السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا مره اخرى في فيديو جديد وقضيه جديده. قبل ما نبداو ما كرهتكمش تشرفوني في القناه بالاشتراك ولايك وتعليق باش تشجعوني نبقى نجيب لكم الجديد، وتفعيل خاصيه الجرس باش يبقى يوصلكم اي جديد ديالي في قصه وعبره. راه الوجوه ماشي ديما كتعكس داكشي اللي كاين في القلب، والكلام الزوين اللي كيتقال لينا ممكن يكون غير فخ كبير كيتوجد لينا وكنطيحوا فيه بلا ما نحسوا. مرحبا بكم معايا قصه وعبره. بداو على بركه الله القصه ديال اليوم. قصتنا كتبدا في 2021 وبالضبط في مدينة إسكندرية في واحد المنطقة سميتها السيوف. كانت ساكنة تما بنت سميتها ريهام اللي عندها 25 عام، وكانت عايشة مع والديها وثلاثة ديال خوتها صغار. باها كان راجل معاق من سنين، وبسبب الإعاقة اللي عنده كان دايما محتاج الرعاية. الأم ديالها كانت بزز باش كتقدر أنها توفق بين الخدمة والتربية ديال ولادها، ومن هنا ريهام هزات المسؤولية مع أمها ولات كتعاونها في كل شيء، في التربية ديال خوتها وحتى في قرايتهم. ريهام كانت خدامة معلمة في واحد المدرسة ديال اللغات، وفي نفس الوقت كانت كتبيع مواد التجميل والعنايه بالبشره. صحاباتها وجيرانها كلهم كانوا كيشريو من عندها بكثره، وداكشي اللي خلى المدخول ديالها يبقى يتزاد ويكون كافي باش تغطي المصاريف ديال خوتها وديال كل ما كيحتاجوه. وخا المسؤوليه اللي كانت على ريهام كانت ديما كتهلا في راسها، وكتخرج مره مع صحاباتها في الويكاند والقهاوي والنوادي. كانت كتعيش حياتها في حدود المعقول والاحترام. وفي واحد النهار كتعرض لواحد الخطوبه ديال صاحبتها منين كتمشي لداك العرس، وكانت لابسه شي لباس زوين ومحترم. ومنين كانت واقفه مع البنات شافها واحد الولد من عائله العريس وعجباتو بزاف، وبقى مركز معها طول ديال العرس. ولكن صراحه ما سولها، ما قرب منها، ما هضر معاها، ما والو. من بعد يومين كيسول العريس عليها، وهنا العريس كيوريه التصاور ديال العرس اللي كانت فيهم ريهام. العريس هنا كيسول العروسه وكيقول لها واش كتعرفي هاد البنت مزيان. تما فينا يضطر ان العريس يجيب ليه النمره ديالها ويبقى يهضر معاها. منين كتجاوبوا ريهام السلام، بداو هنا كيهضروا وكيتبقاو يتبادلوا الكلام. وشويه ويقول لها ودي انا شفتك في العرس ديال صاحبي وبغيتك وعجبتيني، وانا بغيت نتقدم لك مباشره. وهنا بدا كيعرف على نفسه. سميتو ايمن، عنده 35 عام، ما عندوش خوتو وكيسكن بوحدو في واحد الشقه في منطقه لوران. باه ميت من زمان، امه مزوجه وعايشه مع راجلها في منطقه رشدي، واغلب عائلته في الخارج. ريهام من بعد ما تعرفت عليه حست بالراحه معاه وفي الكلام ديالو، وبدا كيبان ليها انه شخص محترم وفيه كاع المواصفات اللي كتمناهم اي بنت. مزيان حتى لهنا كتحس بيه انه متربي ومستواه المادي زوين، وما داش بزاف ديال الوقت حتى كيجيب مول دارهم وكيتقدم ليها رسميا، وكيقول لباها انه عنده دارو وما غاديش يطلب منهم والو. با هنايا تعجب من طريقه الكلام ديالو والثقه ديالو في راسو اللي كانت زايده. ما سولو على حتى حاجه وما سولوش حتى على عائلته، ما دارش الواجب ديالو كأب ولا دار شي احتياط، غير وافق. والام والخوت حتى هما كان عاجبهم الحال. قراو الفاتحه ودارهم هنا كانت عامره بالفرحه والسرور. من بعد ما قراو الفاتحه ايمن فاجأ ريهام بخاتم غالي ولبسوا ليها، ومن تما بدات ريهام كتعيش معاه فتره الخطوبه كلها رومانسيه، خروجات والماكله في بلايص غاليين والهدايا القيمه اللي كان كيجيب ليها في كل زياره كان كيجي عندهم. الاهتمام اللي كان كيبان منه خلاها كتحس بالراحه كبيره. كان كيسول عليها كل صغيره وكبيره سواء وسط العائله ولا حتى في الخدمه، والثقه بيناتهم ولات كتكبر نهار مورا نهار. وبهذيك الثقه ريهام تعلقت به وولات كتحماق عليه. العلاقه بين ايمن وريهام بقات غزاله حتى النهار اللي قال لها بغيت نهضر معك في واحد الموضوع مهم اللي غيبدل حياتنا. سولاتو شنو كاين، جاوبها خاصك تخرجي من ديك الخدمه. ريهام هنا تصدمات من كلامه وبقى فيها الحل، ولكن حاولت تشرح ليه بلي خدمتها ما غاديش تاثر على علاقته وباللي تقدر توفق بين الخدمه والحياه الزوجيه. ولكن ايمن كان رافض الفكره نهائيا وقال لها انه ماديا مستقر وغادي يوفر لها كل شيء، وراه كيسافر بزاف وما يقدرش يبقى خدام وتكون هي بعيده عليه، وما يمكنش تبقى خدامه وما تكونش معاه، وهذا الشيء ممكن يدير مشاكل بيناتهم في المستقبل. في الاخير قال لها القرار خديته وهذا هو اللي كاين. ريهام طلبات منه شويه ديال الوقت باش تفكر، ورجعت لدارهم وهي مقلقه بزاف، وقالت لامها كلشي هادشي اللي قال لها. الام بلا ما تفكر قالت لها سمعي كلام راجلك، راه الخدمه ما بقاتش لايقه ليك وانتي داخله على حياه جديده. ريهام اقتنعت بكلام امها بحال الا كانت كتسنى غير شي واحد اللي يجرها للموافقه، وبالفعل مشات وخلات الخدمه ديالها وقالتها لايمن اللي فرح بزاف وبدا كيحضر في العرس. بعد ما دازت شهرين داروا العرس وكان بحال الخيال، كلشي كان مبهور به والناس كلهم كيغيروا منها على هذا الراجل اللي باين عليه ولد الناس وما فيه حتى عيب. لكن من اول نهار دخلات فيه لدارها ايمن جلس معها وقال لها عندي لك 2 شروط من دابا خاصك تعرفيهم وتخليهم في بالك. اول حاجه ما كنبغيش الهضره مع الجيران العماره حيت انا كنفضل التقار والهدوء، والثاني ما بغيتش ولاد دابا
وهذا الموضوع مؤجل حتى الوقت غير معروف، بغيت غير نعيش معك حياة ونتهنى. وبلا ما تناقشوا ريهام وافقات وعاشوا حياتهم بخير ولا خير كلها حب. لكن بعد ما دازوا بعض الشهور بدات ريهام كتحس بالملل وحاولت تحارب هذا الاحساس، ولكن زاد عليها من بعد ما كان كيغيب عليها ايمن بزاف وكيطول، حيت كان كيبقى بالساعات خارج الدار وهي ما كتخرجش الا معاه. بدات كتحس بالوحده وفكرت مزيان، وفي الاخير قررت انها تحبس دوك حبوب الحمل اللي كانت كتاخذهم. دازت مع راساتها يقدر يكون نسى هذا الموضوع ديال الاولاد، ومنين غنكون حامله ونقولها ليه يقدر يفرح. وفعلا بعد ما كدوز شهرين كتحمل، ولكن هي ما صدقات حتى كتمشي عند ايمن باش تقول ليه راها حامله، ولكن الفرحه ديالها ما كملات حيت هو تعصب عليها بزاف وهاجمها وقال لها بالصراحه ما بغيتش الولاد دابا، ساعدش نكون اب، خاصك تنزلي هذا الولد دابا. ريهام هنا تصدمات من رده الفعل ديالو ودخلوا في واحد الندابزه كبيره، وكانت اول مره يتخاصموا فيها من بعد ما تزوجوا. المشاكل كبرات بزاف وايمن جرى عليها من الدار وكان كيغوت عليها قدام الجيران، والصوت ديالو كان كيتسمع من الاول ديال العماره. مشات ريهام من دار راجلها وهي صراحه مقلقه وبقى فيها الحال وكتبكي وما عجبهاش الحال كيفاش تتعامل معها في هذه المده اللي عايشه هي وياه على قبل الموضوع اللي ما كيستاهلش انها دار هذه الحاجه كلها. رجعت عند والديها ولكن تفاجات بردة الفعل ديالهم حيت جاو مع كلام ايمن وقالوا ليها غلطه ديالك انت اللي ما كتسمعيش ودرتي اللي في راسك. باها حاول هنا كيتصل بايمن لكن في الاخر السيد ما كيجاوبوش ورفض انه يهضر معاها وما بغاش يتصالح معاها لا هي لا عائلتها. وهنايا عائلتها كتفقد الامال في المصالحه ديالهم، تما فين قرروا يسكتوا شويه ويخليوا الوقت يدوز على امل يقدر يرجع ايمن على هذه الفكره ويرجع لعقله. من بعد ما كيدوزوا 2 سيمانات كيجي ريهام واحد التليفون اللي ما كانتش مسجلاه عندها اللي كيكون ديال المحامي ديالو، اللي كتجاوبو كتعرف بان اللي كيهضر معاها هو المحامي ديال الراجل. الصدمه كانت قويه حيت قال لها بالحرف راجلك طلقك غيابيا وراك الطلاق غادي يوصلوك ان شاء الله قراب. ريهام هنا تصدمات ما بقاتش قادره تنطق وبدات كتفكر ان كلمه وحده قالتها حطمت لها حياتها كامله. واحد شويه بدات كتفكر مزيان وهي تمشي لدارها، ولكن المفاجاه هي منين كتلقى الساروت ديال الدار مبدل وما بغاش تحل لها الساروت. ملي كتسول داك السيكوريتي اللي كان في العماره كيقول لها راه السي ايمن جاب النجار وبدل القفل كامل غير شي 3 ايام هادي. بقات واقفه قدام الباب وكتبكي حتى سمعتها واحد الجاره تما فين كضطر تحل ليها وكتدخلها عندها، وملي كتبدا تهضر معاها تما كتعاود ليها هذاك الشيء كله اللي وقع ليها. كتجيب ليها كاس ديال الماء ولكن السيده هنا كيبان عليها بحال الا ما مسوقاش لهذا الشيء كامل اللي وقع لريهام، يعني ما دارتش واحد رد الفعل اللي تقدر انها تطمن على الاقل ريهام تقول بعدا هاد السيده هاد الجاره بعدا كاينه راه واقفه معايا. كتجيب ليها واحد الكاس الماء الجاره وكتعطيها تشرب باش تهدن، ولكن الغريب في الامر هو ان الجاره اللي سميتها مروه ما بانش عليها كاع التاثر بهذا الشيء اللي قالت ليها ريهام، وكانت غير كتضحك بوحدها والطريقه اللي كانت كتهضر معاها كانت مستفزه. هنا كتقول لها ريهام علاش كتضحكي؟ كتقول لها مروه حيت راجلك متعود على هذا الشيء وانت ماشي اول وحده، انت راكي الرابعه كيتزوج وكيجيب المراه وكيطلقها، انت بعدا راه دوز معاك بزاف. وبقات مصدومه من هذا الكلام اللي سمعته عند الجاره، عقلها بغى يوقف. هنا كترجع عند والديها وكتبكي وكتغوت بداك الشيء اللي وقع لها واللي عرفات وداك الشيء اللي قالت لها الجاره. كتقول لها امها صافي غير سكتي يا بنتي وتسناي حتى تولدي يمكن يشوف بنته ويتراجع على هذا الشيء. لكن ريهام ما كانتش باغيه تصبر، كانت عارفه ان ايمن انسان كذاب وما فيش ثقه، ولكن ما كان بيديها حيله وسكتات. عائلتها حاولوا يتصلوا بالام ديال ايمن وبالفعل تواصلوا بها، ولكن ردة فعلها كانت بارده وقويه وصدماتهم. قالت لهم انا ما عندي ما ندير لكم، حلوا مشاكل بيناتكم. دازت شهور وعيشت ريهام ولات عذاب، ولدت بنيه وسماتها مريم. لكن ملي مشات الام ديالها تسجلها في الحاله المدنيه الموظف رفض وقال لها خاص الاب ولا شي واحد من عائله الاب هما اللي يجيو يصوبوا هاد الوراق. عاودوا حاولوا يتواصلوا مع ايمن بلا فايده ومشات عنده للشركه باش تشوفه، لكن رفض يشوفها. قد كتحاول عده مرات ولكن بلا نتيجه، وفجاه جاء اتصال من المحامي ديال ايمن وقال لها بصراحه ايمن ما معترفش بالبنت ديالك وكيقول لك هذيك ماشي بنتي. كانت صدمه جديده، لكن هاد المره ريهام ما سكتاتش، مشات عند المحاميه ورفعت دعوه اثبات النسب. 3 شهور والبنت تبارك الله كبرات ولات عندها 6 شهور وما كانت عندها حتى وثيقه باش تثبت شكون هو باها. جا النهار اللي تحدات فيه الجلسه، مشات ريهام للمحكمه وهز بنتها. ايمن جا هو والمحامي، اللي شاف ريهام دور وجهه عليها وتجاهلها وداز من حداها بحال ما كيعرفهاش. فاش القاضي شاف البنيه لاحظ الشبه الكبير اللي بينها وبين باها وسولو واش هاد البنت بنت. هنا ايمن كينكر وكيقول لي انا ما كنعرفهاش وماشي بنتي. اجل القاضي الجلسه
وطلب الحضور ديال شي واحد من عائلة أيمن. في الجلسة الثانية حضرت الأم ديال أيمن وقالت هي الثانية ماشي بنت ولدي هادي. في ديك اللحظة القاضي قرر يلجأ لحاجة أخرى ويحكم بإجراء التحليل ديال DNA. القاضي قرر باش يقول لأيمن آخر مرة غنسولك واش هادي بنتك، كيقول ليه ماشي بنتي. القاضي كيحكم بإجراء التحاليل والنتيجة جات بإيجابي، مريم بنت أيمن. لكن القضية ما سالتش هنا. المحامية ديال ريهام طالبات جميع حقوقها، وبعد جلسات كثيرة تحكم لريهام بالنفقة والتمكين ديالها من الدار، يعني خصو يدبر لها على دار. جات نهار التنفيذ، ريهام مشات مع الأم ديالها ورجال الأمن وطلعوا للدار وبداو كيدقوا. هنايا كيدخل جدهم أيمن وكيقول لهم اش بغيتو. كتقول ليه اودي ما بغيتش معاك الصداع، دابا جيت بالتي هي احسن والوراق عندي قانونيه. دخلت ريهام للدار وطلبات البوليس والام ديالها يبقاو برا، وطلبات باش انها تهضر معاه بوحدهم. مشاو للبالكو وبقاو كيهضروا. هنا بدات كتقول ليه اودي خلي هذا الشيء يدوز، هذا على بنتك. المهم كتهضر معاه وكتنصح فيه عادي بحال اي جوج غيطلقوا وباغي نتفاهموا. هنا بدا كيغوت وكيقول لها مستحيل تاخدي مني الدار، وهي كتجاوبه بكل هدوء. بدات كتقول ليه هذا الدار حكمت بها المحكمه وراها حق بنتي قبل ما يكون حقي. فجاه هنايا هو كيغضب وكيجي واحد الهستيريا على الطريقه باش كتهضر معاه، وهو يهاجمها بواحد الشده. تما فين هجم عليها وبقى كينخض فيها وهو يلوحها من ديك البالكو. تما ملي بدا كيطل كيلقى السيده طايحه جثه هامده. الام هنا كانت هازه البنيه وكانت واقفه مع البوليس. تما فين طاحت السيده مشلوله بالصدمه وطاحت منها حتى البنيه، ومريم بقات كتبكي بزاف. البوليس هنا في البلاصه شدوه وتحال على المحكمه الجنائيه بالاسكندريه، وفي سنه 2024 تحكم عليه بالمؤبد. وهنا صارت القصه اللي ضحيتها مرة بريئه، كان كل الذنب ديالها انها تقت في واحد الراجل اللي ما كيستاهلهاش. كنتمنى من اي بنت ما تبقاش تشوف المظاهر، والاباء يسولوا مزيان عن الرجاله اللي كيجيو يخطبوا بناتهم. اي راجل اتقي الله في راسو وفي بنات الناس، حيت ما ترضاش تشوف اختك تعيش نفس الشيء. الله يرحم ريهام ويصبر اهلها، ونتمنى ان شاء الله تنال هذه القصه الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش بتفعيل خاصيه الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد، شي لايك باش تشجعوني والاشتراك في القناه. تهلاو لي في راسكم، نتلاقاو في قصه جديده. بسلام عليكم.